والبيبي الصغنن خالص بدأ يحبي ويكتشف أو بدأ يخطي ويمشي. نعمل إيه بقى علشان نقلل من المخاطر اللي ممكن تواجهه في رحلته الاستكشافية للبيت؟ في شوية حاجات كلنا عارفينها، لكن مفيش مانع إن احنا نفكر بعض. لو البيت فيه تحف أو أنتيكات أو براويز موجودة على ترابيزة أو في مستوى ينفع البيبي إن هو يطوله، يفضل ان احنا نرفعهم من قدام لحد ما ربنا يبارك فيه كده ويكبر. الانتريه بقى والصالون واي حته بنقعد فيها نجيب لها كفر كده او كسوه حلوه ونغطيها، علشان في سوائل هتتدلق وفي اكل هيقع وفي بوتي تريننج وفي موال. اللي تعرفي تحميه احميه. عندك بقى الزوايا المدببه في البيت، زي مثلا الحروف بتاعه الترابيزات والحروف بتاعه المكتبه، دي يا ريت نغطيها بالزوايا المطاط عشان لو حصلت اي وقعه او اي خبطه للبيبي ما يتاذيش بالحرف المدبب ده. نقفل كل فتحات وفيش الكهرباء بالقطعه الصغيره دي، وتاكدي انها مقفوله ومحطوطه كويس جدا، علشان احيانا صوابعهم الصغيره بتنكش وبتطلعها برده من مكانها. وطبعا هنشيل اي سجاده او اي مشايه بتزحلق، لان كل حركات البيبي بتكون غير مسؤوله بالمره. وهنشيل اي حاجه معدن بعيد عن ايده، سواء كانت مقصات او سكاكين او معالق او شوك. وطبعا اللوك اللي بنقفل بيه الدواليب والادراج. كل اللي فات ده اكيد انت عارفاه وانا فكرتك بيه. لكن اخر حاجه دي بقى مني ليكي، لازم تسيبي مكان في البيت بمزاجك، يعني في ضلفه في درج ينفع ان هو يفتحه، وتحطي فيه حاجات عادي يعني ان هو يوصل لها وينكش ويلعب فيها، علشان يحس بالانتصار انه عرف اخيرا يستكشف حاجه. علشان بمنتهى البساطه لو قفلتي كل حاجه قدامه، دماغه هتبتدي تسوحه ان هو يفكر في اي حاجه اخطر من اللي كانت موجوده قدامه. فاعتبري نفسك بتشغليه بحاجه شيقه ليه وفي نفس الوقت مفيش قلق منها. دي كانت شويه تبس على الماشي كده علشان نهيئ البيت للرحله الاستكشافيه اللي بيقوم بيها البيبي. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس لو في اي حاجه تانية جت في دماغكم عشان نعملها نحمي بيها البيبي. وانا عارفه انكم ما تتوصوش، لكن ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.